بلاتي باش عارف شنو هي أخطر حاجة فيك أنت؟ هي أنت ملي كتقول غدا غادي نبدا، عارف بلي ديك غدا اللي كتوهم به راسك عمرو غادي يجي. خاصك تعرف بلي إلا فشلتي راه حتى واحد ما غادي يديها فيك أمل. الناس كيقدّروا غير الناجحين، يعني طريقك للنجاح تبقى طريقك بوحدك. إذا من هاد الشي كامل شنو خصك دير؟ استمتع ليا بالحياة ديالك، عيش أخويا ما تبقاش دير في العطا ديال الآخر. كيما قلنا من قبل هُما كيحكموا على نهايتك، النجاح ولا الفشل أمعلم، ما كاينش الضحك. وعندك تمشي تتقلّق وكذا راه قانون اللعبة هذا، الحياة دايرة هكا، ما كاينش الرحمة للضعيف. خوت ما الحياة غير عادلة، تخيل ليا المركز التاني ما عندوش قيمة، يعني خصك تكون في المركز الأول أمعلم، ديما كون سبع أو ديما القمة هي كلشي، ما عندك ما دير. داك الشي علاش أنت في واحد السباق أصاحبي، قبل ما يكون سباق مع غيرك هو راه سباق مع راسك. خصك تحاول تطور لي راسك نهار مورا نهار، تغلب لي على النسخة القديمة منك، تبني واحد النسخة جديدة تقدمك للعالم في واحد في أبهى حلة كنقول لك. وهذا الشي كامل اللي هضرنا عليه بطبيعة الحال غادي يتحقق في حالة وحدة، وهي أهم حاجة في هاد الفيديو، هي إلا مبقيتش تأجل البداية ديالك في أي حاجة. دابا أنت عندك قراية غادي تنوض تقرا أخويا إيزي داك الشي، رياضة عندك شي واجب عائلي ولا عملي، هادشي كامل ما خصكش تدخلو في إطار التأجيل، ما تأجلياش عمل اليوم إلى الغد. كتشوف واحد الجملة بحال حنا تعاملنا معاها بواحد الشكل طفولي، لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد، ولكن راه عنده واقع في حياتك. هو اللي كيخلي التأجيل أخطر حاجة، وهذا هو نجاحك الأول شنو؟ هو أنه كيأدي للتراكمات. سطر لي على التراكمات مزيان، أنا كنظن راك فهمتي اش كنقصد. حاجة كتجمع مع حاجة، عمل دراسة زيد وزيد، فيك تولي أنت مضغوط وكتستسلم، ما كتبقى دير ليا والو. هادشي كامل دابا بدا من دابا أصاحبي.